الطائر الأخطر في سماء الكرة الأرضية، معجزة إلهية تحلق في السماء بسرعة تتخطى حدود العقل، جعلته الطائر الأسرع في السماء الزرقاء كلها. كسر حدود العقل والمستحيل بإبداع إلهي ليس له مثيل، فعلم الإنسان ما لم يعلم. فمثل ما علم الغراب الإنسان الأول الدفن، علم هذا الطائر الإنسان المتطور الطيران، وساعده في تطوير تقنيات طيران معقدة وخفية. في لحظات قبل أن تطرف عيناك ينقض على فريسته كصاروخ قادم من السماء بسرعة 400 كيلومتر في الساعة، يغير وضعه في لحظة حينما يرى الفريسة. من الطيران والمراقبة للهجوم والانقضاض كصاعقة تصيب الأعداء فجأة دون سابق إنذار. هذا الطائر لا يصطاده أحد ولا يقارن بأي طائر في السماء، فهو الذي يصطاد الطيور، بل إنه قادر على اصطياد الصقور نفسها وهي تطير. وطالما استخدمه العرب في صيدهم للطيور والصقور، فهو حاكم وملك السماء، ويتواجد في كل بقعة على وجه الأرض عدا القطب الشمالي. إنه معجزة الله في أرضه، طائر الشاهين. هذا طائر وأشرس مفترس في سماء كوكب الأرض، أكثر من الصقور والنسور وأي شيء تتصوره. كآلة مفترسة أو طائرة شبح مخيفة، وصل إلى حد الكمال، بعضلة وجناحين فريدان ومنقار لا مثيل له، وأنف أصبحت كمعجزة إلهية فريدة، ونظر ثاقب يرى أدق التفاصيل. لتتم دراسته من العلماء والخبراء والمخترعين للاستفادة منه في علوم الطيران والحركة. فكيف لطائر بهذا الحجم أن يتحمل ضغط الهواء وهو يطير بسرعة 400 كيلومتر في الساعة؟ هذا الضغط قادر على تمزيقه إربا إربا وتفجير رئتيه في لحظات. فما هو السر الذي يخفيه والذي غير من قواعد الطيران في العالم؟ السر في الأنف. في أنف الشاهين، ومن خلال التدقيق ستلاحظ عظمة صغيرة جدا في أنفه. هذه العظمة أقل من نصف سنتيمتر فقط، وتدعى بعظمة الدرن. وأوضح العلماء أن هذه العظمة الصغيرة هي قوة طائر الشاهين وعظمته، والتي تعمل على إبطاء دخول الهواء في رئته الصغيرة أثناء الطيران وتخفيف الضغط على كلتا رئتيه. بل أن هذه العظمة هي التي تجعل الطائر يتوازن فورا عند تغيير سرعته فجأة، من الانتقال من سرعة كبيرة جدا لأقل منها، أو العكس دون أن يتأثر. وبسبب هذا الاكتشاف الرهيب طور العالم جيلا جديد من الطائرات فوق الصوتية، طائرات أسرع من الصوت كطائرة الشبح، والتي تصل سرعتها إلى 5 أضعاف سرعة الصوت دون أن يتأثر الطيار بضغط شديد بسبب فتحات تخفيض الهواء. بل أنها ساعدت على قيام الطائرات بالمناورات وتغيير اتجاهها فجأة لتفادي الصواريخ والمدافع. فالطائرات التي صنعت واخترعت على شكل الطيور تم تطويرها بتقنيات طيران الطيور. وحش السماء. في عام 1990 يتم ابتكار طائرة تدعى بإثني سبيرت بتكلفة زادت عن 800 مليون دولار. كانت الطائرة نسخة من طائر شاهين. صنع الجيش الأمريكي 21 طائرة فقط من 31 طائرة يريدون صنعها بتكلفة مبدئية تصل إلى 50 مليار دولار أمريكي. طائرة مرعبة قادرة على التخفي والانقضاض فجأة دون أي سابق إنذار. ففجأة ستراها أمامك قادمة من السماء كوحش مرعب ومخيف، تماما كما يفعل طائر الشاهين مع فريسته. ولكن وقتها ستكون أنت هو الفريسة حينها، مثل فرائس الشاهين. ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.